يا شرفاء تونس ويا أحرارها ويا أهل الغيرة فيها، لقد سقطت الأقنعة وانكشفت الوجوه، فهبوا لنصرة شريعتكم. حرضوا شعبكم على هبة شعبية دعوية تحريضية، حرضوا شعبكم على هبة شعبية دعوية تحريضية، حرضوا شعبكم على هبة شعبية دعوية تحريضية. انتشروا بين الناس وجوبوا المدن والقرى واملأوا الشوارع والأحياء وبلغوا في المساجد والمدارس والجامعات. إذن مسافة يومين تفصلنا الآن عن أعمال العنف التي جدت منذ ليلتين. هذه المسافة مكنتنا من العودة إلى أصل الحكاية، ويبدو أن منطلقها لوحة لم تكن موجودة أصلا في معرض العبدلية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاعتماد على قراءة واحدة في فهم العمل الفني الذي تتعدد داخله القراءات. منطلق ما عاشته تونس من أحداث عنف لوحة فيها تعد على المقدسات وتحديدا على الذات الإلهية وعلى الرسول الكريم. لنتساءل، هل أن هذه اللوحة عرضت فعلا بقصر العبدلية؟ نقابة الفنانين التشكيليين أكدت أن اللوحة التي تجسد البراق لا توجد أصلا في تونس، وهي موجودة في دولة السنغال، يعني أن وجودها كان على شبكات التواصل الاجتماعي فقط. تم إضافة أعمال لم تعرض، وهذا أيضا فيه جزء من مغالطة الرأي العام على أساس أن كل الأعمال هذا جزء كبير، ولكن تم إضافة بعض الأعمال التي لم تعرض في فضاء العبدلية. ذهب إلى مسجد تؤمه جماعة يغلب على رواده التوجه السلفي، وأخبرهم، وزع بيانا بينهم خلاصة أن هنالك صور تنتهك مقدسات الإسلام. ماذا تفعلون أنتم في المسجد تصلون ومقدسات الإسلام تنتهك قريبا منكم؟ حرضوا شعبكم على هبة شعبية دعوية تحريضية. أنا رأيت جملة الصور التي أو عدد كبير منها، وعلمت أيضا أن بعض الصور أقحمت على الملف، يعني ليست جزءا من الملف، مثل صورة البراق ما كانتش في الملف الأصلي.